I know you dinosaurs loved selfies. They're back for revenge. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. أنا أشرف إبراهيم. بس قبل ما نبدأ، لو أنت جديد هنا ياريت تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان الفيديوهات توصلك أول بأول، وما تكونش زي الديناصورات اللي انقرضت ومحدش عارف عنها حاجة. النهاردة هنتكلم عن الديناصورات. تخيل معايا ديناصور طوله 12 متر بيجري وراك في الشارع زي تاكسي في زحمة رمسيس. خلينا نبدأ. أول حاجة يا جماعة، الديناصورات دي مخلوقات عاشت من زمان قوي، من حوالي 230 مليون سنة قبل الميلاد لحد 66 مليون سنة قبل الميلاد، وانقرضت بسبب نيزك كبير ضرب الأرض زي قنبلة نووية. بس ما كانش فيه فيسبوك وقتها علشان ينشر الصور. في أكتر من 1000 نوع معروف من الديناصورات، بس أشهرهم التيرانوسورس ريكس اللي هم بيقولوا عليه تيريكس، زي تي شيرت بس أكبر. ده كان مفترس شرير، طوله 12 متر، ارتفاعه 4 متر، ووزنه 7 طن. بيمتلك رأس ضخم، أسنانه زي السكاكين، وديل طويل زي ديل التمساح، بس لو شافوا تمساح النيل هيهرب. وده بياكل اللحوم، يعني كارنيفور، مش زي أنا اللي بحب الفول والطعمية. بعدين في الترايسيراتوبس، ده اللي ب3 قرون، طوله 9 متر، ارتفاعه 3 متر، وبياكل الأعشاب، يعني فيجيتيريان. القرن الأمامي صغير، والاتنين اللي ورا طوال زي قرنين غزال بس أكبر. شكله لطيف، بس لو زعل هيخبطك. وفي أنواع تانية زي الستيجوسورس، ده اللي عنده صفائح على ظهره زي ألواح شمسية، بس مش بيولد كهرباء. ده كان بيحمي نفسه من الشمس أو من المفترسين. طوله 9 متر، وديله فيه شوك زي سيخ الشيش. طوق والبترودايكتر، ده مش ديناصور حقيقي، ده طائر زواحفي، بس بنحسبه معاهم. يطير زي الطائرة بس بدون ركاب. طيب يا جماعة، السؤال الكبير، إزاي نعرف كل ده عن الديناصورات وهم انقرضوا من زمان؟ محدش شافهم غير في أفلام جوراسيك بارك، ودي كلها أفلام خيال علمي. الحقيقة كل المعلومات دي جاية من الحفريات، يعني عظام متحجرة مدفونة في الأرض. أول اكتشاف رسمي كان في القرن 19، بس قبل كده الشعوب القديمة كانت تشوف عظام كبيرة وتقول ده تنين أو عملاق، زي الصينيين اللي بيؤمنوا بالتنانين بسبب عظام ديناصورات اكتشفوها من 2000 سنة. في 1676 روبرت بلوت الإنجليزي لقى عظمة فخذ كبيرة لديناصور، وقال ده لبشر عملاق زي اللي في قصص ألف ليلة وليلة. بعدين جاء ويليام باكلاند في 1819 لقى حفريات وقال دي زواحف قديمة بس مش ديناصورات. لحد ما جه ريتشارد أوين في 1842 درس كل الحفريات وقال دول مخلوقات جديدة هسميهم ديناصورات، يعني سحالي رهيبة باللاتيني. بعد كده في أمريكا أوستن مارش وإدوارد كوب، دول كانوا متنافسين زي الزمالك والأهلي، كل واحد يبحث عن حفريات جديدة، واكتشفوا 136 نوع. تخيل المنافسة دي، واحد يقول أنا لقيت تيركس، التاني يقول أنا لقيت 2، وهم في البرية يحفروا زي عمال المناجم. وفي القرن العشرين بدأت الدراسات تكتر، بس لحد دلوقتي مش كل الهياكل كاملة. دلوقتي إزاي يركبوا الهيكل العظمي؟ يا جماعة ده تخمين 100%. لو لقوا عظام متفرقة، زي لو لقيت أجزاء من عربية مكسورة، هيحاولوا يركبوها بالمقارنة مع حيوانات دلوقتي. مثلا يقارنوا عظام التيركس بعظام التمساح علشان التمساح قريب شوية. تخيل لو جماعة علماء مختلفين، كل واحد هيركب الديناصور بشكل تاني. واحد هيخليه طويل، التاني قصير، زي لو عملت مسابقة طبخ كل واحد يعمل الملوخية بشكل مختلف. في 1908 في مونتانا لقوا جمجمة وقفص صدري لتيركس بس مش كامل، فصنعوا الباقي صناعي. وفي 2019 لقوا أقدام حقيقية وقارنوها بالصناعية،
طلعت متطابقة الحمد لله، مش زي لو عملت كيكة وطلعت محروقة. أما العضلات والجلد ده برضو تخمين من الندوب على العظام، زي لو شفت خدوش على باب تعرف إن حد خبط فيه. والجلد لقوا أحفوريات نادرة مع أنسجة، عرفوا إن بعضهم له ريش زي الدجاج، تخيل تيركس بريش زي دجاجة عملاقة في السوق. وحددوا ألوان زي أخضر أو بني، تخيل لو الديناصورات كانت ملونة زي الطاووس كانوا هيبقوا في مهرجانات. دلوقتي هنتكلم عن سلوكيات الديناصورات. عن السلوكيات يا جماعة، دول كانوا بيعيشوا في مجموعات زي قطيع الغنم في الصعيد. في 1878 في بلجيكا في منجم فحم، عمال لقوا 38 ديناصور إجوانودون مدفونين مع بعض، يعني كانوا ماشيين في قطيع وقعوا في حفرة. وفي 1930 في أريزونا لقوا 40 بلاسيريوس برضو قطيع. تخيلوا بعضهم كان يرعى صغارهم زي الأمهات المصريات، تلاقي أم ديناصور طول صغيرها كل الخضار ده مش اللحم بس. نكمل يا جماعة، في ديناصورات تانية زي البراكيوسوروس، ده طوله 25 متر ارتفاعه 13 متر، زي عمار صغيرة، بياكل الأعشاب من الأشجار العالية زي جرافة، وديله طويل لو حركه هيضرب كل اللي حواليه. والفالوسرابتور ده صغير طوله 2 متر بس ذكي زي الثعلب. وفي السباينوسوروس ده أكبر مفترس طوله 18 متر وعنده شراع على ظهره زي قارب يسبح في الأنهار. تاريخ الاكتشافات مليان قصص كوميدية، زي في أمريكا مارش وكوب كانوا بيدمروا حفريات بعض، وفي الصين دلوقتي بيلقوا أحفوريات كتير علشان الأرض هناك مليانة. وفي أفريقيا لقوا السباينوسوروس في المغرب. انقراض الديناصورات حصل من حوالي 66 مليون سنة في نهاية العصر الطباشيري، يعني Cretaceous Period. والقصة دي مش بس نيزك ضرب الأرض وخلصت، لا، في تفاصيل كتير وأسباب متشابكة زي خيوط السجادة المصري. النيزك الكبير والضربة القاضية. السبب الرئيسي للعلماء متفقين عليه هو إن نيزك ضخم حجمه يتراوح بين 10 و15 كيلومتر، يعني تخيل جبل طاير في الفضاء، ضرب الأرض في منطقة دلوقتي اسمها شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك. العلماء لقوا فوهة اسمها تشيكشولوب كريتر قطرها حوالي 150 كيلومتر، يعني حفرة أكبر من مدينة زي القاهرة. النيزك ده لما نزل الاصطدام كان قوي جدا، يعني بيقولوا إن طاقته كانت تعادل انفجار ملايين القنابل النووية مرة واحدة. الاصطدام ده خلى كارثة على مراحل: الانفجار والحرائق. النيزك لما ضرب عمل موجة صدمة رهيبة وحرارة عالية جدا خلت الغابات تشتعل في أماكن كتير حوالين العالم. الحرائق دي طلعت دخان وغبار كتير جدا في الجو. الغبار ده مع الرماد من الحرائق غطى السماء زي غطا تقيل. الشمس ما كانتش قادرة تخترق الغبار ده، فالأرض بقت ظلام وباردة جدا. ده اللي بيسموه الشتاء النووي، يعني الجو بقى زي التلاجة. درجات الحرارة نزلت بشكل مفاجئ، والنباتات ما قدرتش تعمل التمثيل الضوئي فوتوسينثيسيس عشان ما فيش شمس كفاية. انهيار السلسلة الغذائية. النباتات لما ماتت، الحيوانات العاشبة زي الترايسيراتوبس والسواحي الكبيرة ملقتش أكل، وبالتالي الديناصورات اللاحمة زي التيراكس برضو جاعت عشان مفيش فريسة، يعني السلسلة الغذائية اتقلبت رأساً على عقب. البراكين وتغيير المناخ. بس مش بس النيزك هو اللي عمل المصيبة، في نفس الوقت تقريباً كان في براكين ضخمة بتنفجر في منطقة اسمها ديكان ترابس في الهند. البراكين دي كانت بتطلع كميات مهولة من الغازات السامة زي ثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد الكربون. الغازات دي غيرت المناخ بشكل كبير. تسمم الجو. الغازات دي خلت الهواء صعب على بعض الكائنات، خاصة اللي كانت محتاجة بيئة نظيفة. تغيير درجات الحرارة. الغازات دي أحياناً كانت بتسخن الجو قبل ما النيزك يضرب، وبعدين لما الغبار من النيزك غطى السماء الجو بقى برد قارس. يعني الديناصورات كانت بتواجه تقلبات جوية زي واحد بيطلع من الحمام السخن على الشارع في عز الشتاء. أسباب تانية ساعدت على الانقراض. في عوامل تانية كمان لعبت دور. تغيير مستوى البحر.
في نهاية العصر الطباشيري مستوى البحر كان بيتغير بسبب تغيرات جيولوجية، ده خلى بيئات كتير زي المستنقعات والسواحل اللي كانت الديناصورات بتعيش فيها تختفي أو تتغير. التنافس والضغط البيئي، الديناصورات نفسها كانت بتواجه منافسة قوية من كائنات تانية زي الثدييات الصغيرة والزواحف الأخرى. الكائنات الصغيرة دي كانت أقدر على التأقلم مع التغييرات عشان ما كانتش محتاجة أكل كتير زي الديناصورات الكبيرة. أما الكائنات الصغيرة زي أجداد الطيور والثدييات الصغيرة فكانت أخف حركة، بتاكل أي حاجة وبتعرف تختبي أو تعيش في ظروف صعبة. مين نجا؟ مش كل الديناصورات انقرضت فعلياً. الديناصورات الطائرية، يعني اللي كانت عندها ريش وبقت طيور بعدين، نجت. ليه؟ عشان كانت صغيرة وخفيفة وبعضها كان بيطير أو بيعيش على أكل متنوع زي البذور أو الحشرات. فدلوقتي لما تشوف عصفورة بتزقزق على الشجرة افتكر إنها حفيد الديناصور. دليل العلماء عرفوا القصة دي من أدلة كتير. فواهة تشيكشولوب، اكتشاف الفواهة دي في السبعينات كان دليل قوي على ضربة النيزك. طبقة الإيريديوم، العلماء لقوا طبقة رقيقة من مادة الإيريديوم، معدن نادر على الأرض بس موجود في النيازك في صخور من 66 مليون سنة في أماكن كتير حوالين العالم. الحفريات بتبين إن أنواع كتير من الديناصورات اختفت فجأة في نفس الوقت تقريباً. صخور البراكين، طبقات الصخور في ديكان ترابس بتثبت إن البراكين كانت نشطة جداً وقتها. الدراسات الحديثة دلوقتي بيستخدموا الكمبيوتر ليحاكوا حركتهم، زي لو عملت فيلم أنيميشن، وعرفوا إن التيركس ما كانش بيجري بسرعة، بس يمشي بسرعة 20 كيلومتر في الساعة زي سيارة في زحمة. وبعضهم كان ليه ريش للدفء مش للطيران، زي جاكيت في الشتاء. في أنواع مصرية يا جماعة، في مصر لقوا حفريات زي البرل التيتان، ده عملاق طوله 30 متر في الوادي الجديد، وفي تونس لقوا تانية بس احنا الأقدم. خلاصة، الديناصورات دي عالم مثير مليان أسرار وتخمينات، ولو عندك سؤال أو استفسار عن الموضوع سيبه في الكومنتات وهنحاول نجاوب عليه في الحلقات الجاية. يلا خلينا نشوفكم في الحلقة الجاية، وما تنسوش سبسكرايب وتفعيل الجرس. سلام.